السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال تانية ثانوي. يا رب دايما موفقين، يا رب دايما بخير، يا رب دايما في أحسن حال إن شاء الله بإذن الله. دلوقتي هنستكمل مع بعض حل كتاب نيوتن فيزياء تانية ثانوي، ودلوقتي موعدنا مع امتحان رقم 2 على الدرس الأول اللي بيتكلم عن القياس الفيزيائي وأدوات القياس وصيغة الأبعاد. بيقول إذا علمت أن القوة التي يؤثر بها جسم ما تساوي 5 كيلو جرام متر على الثانية تربيع، يمكن التعبير عن هذه القوة بوحدات النظام الفرنسي. طبعا الكيلو جرام في النظام الفرنسي بيبقى جرام، المتر بيبقى سنتيمتر. طيب الثانية بتفضل ثانية زي ما هي، ثانية ايه تربيع، يبقى ثانية تربيع، يبقى جرام. طبعا هتبقى ايه عشان نحول بقى الخمسة دي. تمام، ركز بقى معايا كده وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. احنا معانا جرام اهو على سنتيمتر، او هي في الاول اصلا كانت بالكيلو جرام، كيلو جرام في متر على ثانية تربيع، وكان في 5 قبلها، هنحط الخمسة زي ما هي في شد علامة كسر بس كده بسيطة من الكيلو جرام. احنا طبعا عايزين نحول لجرام، سنتيمتر على ثانية تربيع. هنا ثانية تربيع واحدة واحدة، هنا ثانية تربيع وهنا ثانية تربيع، نحط 1. طيب هنا كيلو جرام لجرام، تمام، بنضرب في 10 أس 3 عشان انا بحول من الكبير للايه للصغير. طب من متر لسنتيمتر في 10 أس 2، تمام، يبقى كل ده 5 في 10 أس 5، وجرام بقى في سنتيمتر على ثانية تربيع، يبقى 5 في 10 أس 5 جرام سنتيمتر ثانية تربيع. يبقى الإيه الإجابة رقم ب. السؤال رقم 2 بيقول لي إذا كان الزمن الدوري لاهتزاز بندول بسيط يعطى من العلاقة t بتساوي 2 باي جذر ال على اكس، حيث t ده زمن، ماشي، ده كده زمن فصيغة أبعاده برضو t زي ما هي، والال طول الخيط فهتفضل برضو ال في صيغة الأبعاد زي ما هي. طيب فيكون صيغة أبعاد الكمية اكس. مبدئيا كده أول ما بنشوف كلمة صيغة أبعاد أي ثابت بنشيله خالص، بنمسح الثوابت. يعني 2 باي دي ثابت بنشيلها، يتبقى لي التي بتساوي جذر ال على الاكس. طب لو ربعنا الطرفين نربع ده ونربع كمان ده، التربيع طبعا بيطير الجذر، يتبقى لنا تي تربيع بتساوي ال على اكس. طب نعمل بقى مقص كده، نطلع الاكس دي فوق وننزل التي تربيع دي تحت، تمام، يبقى اكس هتساوي ال على تي تربيع. طيب تي تربيع دي لما تطلع فوق بقت ال تي اس سالب 2. فصيغة الابعاد هنا طبعا مفيش ام، يبقى ام اس صفر ال تي اس سالب 2، تمام، يبقى ال تي اس سالب 2. فالاجابة الصحيحة رقم الف. سؤال رقم 3 بيقول لي إذا كانت A بتساوي بي سي وكان أبعاد A هي ال على M، تمام، وأبعاد B هي ال على T، فيكون أبعاد C. طبعا احنا لو عايزين نجيب السي فالسي هتساوي A على B، خدنا البي دي حطينا تحت الA هنا، تمام. واحد اللي بقى وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. هنعوض بس تعويض مباشر وخلاص. الA ونشيلها ونحط مكانها ال على M، تمام. طب البي ال على T، البي مكتوبة تحت يبقى ال وتي فوق، ال تروح مع ال يتبقى لي تي على ام، تمام، تي على ام. فالاجابه برضو رقم الف. عشان دي كانت ال طارت اهي، فالاجابه رقم الف. السؤال رقم 4 بيقول لي متوسط عمر الانسان 70 سنه، يمكن تقدير عمر الانسان بالثانيه بالصوره 70 اهي، السنه 365 يوم زي ما هو قايل لي، المفروض 365 يوم ربع، هو قايل لك 365 هتقعد 365 كده. انت حولتها اليوم، تضرب في 24 بقت ساعه، تمام، تضرب في 60 بقت دقيقه، تضرب كمان في 60 بقت ثانيه. يبقى ال70 لما ضربناها في 365 بقت يوم، اليوم فيه 24 ساعه، الساعه فيها 60 دقيقه، الدقيقه فيها 60 ثانيه، تضرب كل دول في بعض وتطلع الناتج. طيب تعال نشوف الناتج هيطلع كام بالآلة الحاسبة. هيدي لحضرتك 2 في 10 أس 7، لا سوري، 2 و2 من 10 في 10 أس 9، يبقى الإجابة هنا رقم ج. سؤال 5 بيقول لي في النظام الدولي يتخذ الكلفن وحدة أساسية لقياس، طبعا الكلفن ده وحدة قياس درجة الحرارة، من الكميات الأساسية يعني اللي لا تعرف بدلالة كميات فيزيائية أخرى. طبعا نص قطر دايرة ده طول العجلة، دي بتساوي السرعة على الزمن، يعني دي بتشتق من السرعة وبتشتق من الزمن. القوة بتساوي الكتلة في الايه العجلة، تمام. طيب الطاقة بتساوي القوة في الإزاحة، فدي كلها مشتقة، دي مشتقة، دي مشتقة،
تمام، فدول ايه مش هناخدهم، هو عايز الاساسيه فهنختار دي. سؤال 7 بيقول لي اذا كانت كتله الالكترون 9.1 في 10 أس سالب 31 كيلو جرام، كم عدد الإلكترونات التي تعطي كتلة مقدارها 1 كيلو جرام؟ طيب مفروض إن الكتلة الكلية، تمام، الام الكلية بتساوي عدد الإلكترونات في كتلة الإلكترون الواحد. فالكتلة الكلية واحد بتساوي العدد كتلة الإلكترون واحد اللي هو 9.1 في 10 أس سالب 31. يعني احنا لو عايزين نجيب الان هنقسم على الرقم ده 1 على 9.1 في 10 أس سالب 31. تمام. طيب ونطلع فيطلع الناتج 1.1 في 10 أس 30. طيب سؤال رقم 8 بيقول لي ما المقدار الذي يتفق أبعاده مع أبعاد السرعة. تمام. طيب هي السرعة أبعادها هي مسافة على زمن، يعني ال تي أس سالب 1. تعال بقى نشوف الحاجات اللي بتتفق مع دي. العجلة ال تي أس سالب 2 على تي تربيع، تي تربيع ده لما تطلع فوق بقت ال تي أس سالب 4، فدي غلط. طب ايه على تي؟ لما نقول الايه، تمام، احنا عارفين طبعا ان الايه ال تي أس سالب 2 على تي، فالتي دي برضو لما تطلع فوق بقت ال تي أس سالب 3. طب ايه تي تربيع؟ الايه دي ال تي أس سالب 2 في تي تربيع، تي تربيع تروح مع تي أس سالب 2 يتبقى لي ال بس. طب ايه تي؟ ال تي أس سالب 2 في تي بس، تمام، ادينا ال تي أس سالب 1، فهي دي طبعا اللي صح، فالإجابة رقم د، عشان احنا عارفين ان أبعاد السرعة كام؟ ال تي أس سالب 1. سؤال رقم 9 بيقول لي إذا علمت أن المسافة تعطى من العلاقة x بتساوي بي تي أس 3 كي تي أس 4، حيث تي ده الزمن فيكون أبعاد الكميتين بي وكي، صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. طب دي المسافة يعني دي ال. والله حضرتك احنا قايلين قبل كده في الشرح انك لما تلاقي صيغة ابعاد اتجمعت على صيغة ابعاد تانية في جمع او طرح، طالما طلع ناتج يبقى الاكس دي بتساوي البي تي اس 3 بتساوي الكي تي اس 4. تمام، كي تي اس 4. طيب الاكس دي زي ما احنا عارفين ال، فاخد البي تي اس 3 سواء بالال، ادي بي تي اس 3 بتساوي ال، يبقى البي هتساوي، نقسم هنا على تي اس 3 وهنا على تي اس 3، نطلع تي اس 3 دي فوق يبقى ال تي اس سالب 3. تمام، ده البي. طب هنا بقى ها ال بتساوي كي تي اس 4، هنقسم هنا على تي اس 4 ونقسم هنا على تي اس 4، تي اس 4 تروح مع تي اس 4 يبقى الكي بتساوي ال تي اس سالب 4. تمام. ماشي، يبقى البي ال تي اس سالب 3 والتانية ال تي اس سالب 4، فالإجابة الصحيحة إن رقم ج. طيب صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. بيقول لي 40 مللي جرام بتساوي كام جرام؟ هو الملي ده معنى 10 أس سالب 3، يعني نحرك العلامة كده 3 أرقام، يعني يطلع لي صفر علامة صفر 4 صفر. تمام، فالإجابة الصحيحة هنا رقم ج. طيب نتمنى إن حضراتكم تكونوا فهمتوا، ويلا بينا نحل الأسئلة المقالية. السؤال المقالي بيقول لي ما المقصود بالمتر العياري؟ والله يا باشمهندس المتر العياري ده، تمام، هو المسافة بين، تمام، حفرتين مالهم محفورتين عند نهايتي ساق. الساق دي مصنوعة، تمام، من مادتي الإيريديوم والإيه والبلاتين، ومحفوظة في المكتب الدولي للمقاييس والموازين بالقرب من باريس، وطولها 100 سنتي. مستعينا بصيغة الأبعاد اثبت صحة العلاقة الآتية. هناخد الطرف الأيسر في الأول اللي هو في 1 تربيع. احنا عارفين إن الفي دي سرعة ال تي سالب 1، بس هتطلق عليها تربيع بقى، تحط هنا تربيع وتضرب دي في 2 كده، ده الطرف الأيسر. تعال نجيب الطرف الأيمن، لقيت رقم شيله. الفي 2 تربيع دي برضو ال تي أس سالب 2 أهو، ال تربيع تي أس سالب 2 هي ال تي أس سالب 1 بس تربيع حطينا كده، زائد الايه ال تي سالب 2. طب الدي دي بال، فال لما تنضرب في ال بقت ال ايه؟ ال تربيع.
طب لقينا كده صيغه ابعاد دي زي صيغه ابعاد دي زي دي، يبقى الناتج بيطلع واحده منهم برضو التربيع تي اس سالب 2. فكده الطرف الايسر زي الطرف الايمن. تمام. اذا المعادله قد تكون صحيحه. نتمنى ان حضراتكم تكونوا فهمتوا، وان شاء الله باذن الله هنحل لكم كل الامتحانات على المنهج بالكامل. تابعونا، وللاشتراك في المحتوى الخاص ما تنساش 010 60 60 7389. ده لو حضرتك حابب تنضم للمحتوى الخاص وتاخد كل فيديوهات الشرح بتاعتنا والمراجعات، وتحل معانا كتاب الامتحان خطوه بخطوه، وتتاسس كويس في الفيزياء عشان ثالثه ثانوي. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.